السلام عليكم، انا ناس خالد. حلقه النهارده بعنوان مراجعه مسلسل بطن الحوت بعد انتهائه، وهل على قد التوقعات بتاعت اول 3 حلقات ولا لا؟ مبدئيا مسلسل بطن الحوت هو مسلسل درامي مكون من 15 حلقه من بطوله باسم سمره ومحمد فراج واسماء ابو يزيد وعبد العزيز مخيون وسماح انور. ومن غير ما نطول في المقدمه، هل المسلسل كان على قد التوقعات بعد اول 3 حلقات؟ يعني هل الريتم بتاع اول 3 حلقات استمر كده لحد النهايه؟ لان نتفرج على الحلقه اللي فاتت بتاعت مراجعه اول 3 حلقات هيلاقيني قلت فيها المسلسل ده حرفيا يمكن احسن مسلسل في السنه لو كمل بنفس النمط. هل المسلسل كمل بنفس النمط ولا بالبلدي عامل زي اللي كان بيشتريك مش اكتر؟ مش عايز اصدم المسلسل، بس هو في الغالب كان بيشتريك مش اكتر، او عامل زي اللي كان بيعلي لك الريتم في كل قفله عشان خاطر يجرك للمسلسل، وهو في الحقيقه مش نفس الريتم ده. لان حرفيا وبدون مجاملات انا اول 3 حلقات الريتم اللي كان فيهم ما شفتهوش في اي حلقه فيما بعد، ولا حتى حلقه قربت منه. او ممكن نقول من الرابعه لحد السابعه ومن الرابعه لحد السادسه 3 حلقات اللي بعديهم كان نوعا ما مقبولين شويه لو قارنتهم باول 3 حلقات اللي هو كانوا قريبين منهم. لكن غير كده لا، نزل ونزل جامد كمان. وفي حاجه قلتها في الحلقه اللي فاتت، قلت يا جماعه اول 3 حلقات يعني باسم سمره واخد كميه مشاهد تحسه بطوله مطلقه لوحده، ومحمد فراج واخد ادوار، واخد مشاهد، ظهر في مشاهد قليله جدا. تمام، نفس النمط ده لحد الاخر، فكده يعتبر من بطوله باسم سمره. اللي حصل ان ال3 حلقات اللي بعديهم انا مش عارف يعني، انا حاسس ان انا فاهم، أبقى مش ببالغ لو قلت لك ان باسم سمره يمكن ما ظهرش في حلقه معينه، ما ظهرش غير مشهد ثواني تقريبا او دقيقه على ما اعتقد، بس حلقه كامله. اللي هو يا جدعان انتوا بتعاقبوا الراجل. مش عارف صراحه، حته المشاهد وان محمد فراج وباسم سمره هما الاثنين الابطال، مش عارف، حسيت ان باسم سمره البطل في اول 3 حلقات، وفيما بعد كان بيظهر لقطه كده فاهم، عامل زي تأكيد واجب. ده في حلقه كنت بحس فيها ان ضيف شرف، اللي هو يا جماعه انتوا جايبين له مشهد وخد بعضك وامشي. الحلقه اللي بعديها مشهدين هم خلاص كده، وبقيه الحلقه محمد فراج. فالنقطه دي صراحه انا كنت مستغربها، انا كنت منتظر ان الاثنين يكونوا فاهم مشهد من هنا مشهد من هنا، 3 من هنا 2 من هنا، فاهم. لكن اللي حاصل كان في حلقه 10 مشاهد، 9 محمد فراج واحده باسم سمره، وفي الاول كنت هتلاقي 10 مشاهد 8 باسم سمره و2 محمد فراج. فدي نقطه ما تعتبرش سلبيه يعني، بس هي فكره بس ايه ان انت قايل الاثنين دول بطوله مشتركه، مش واحد فيهم بطوله مطلقه بس مش اكتر. واللي يضحك برضه يعني، طالما جبنا سيره النقطه دي، ال3 حلقات برضه اللي بعديهم اللي هم من الرابعه للسادسه، اسماء ابو يزيد انا مش عارف، يمكن ما فيش ب2 جنيه مشاهد، يا اما هي مكسله تمثل، يا اما هي ما فيش مشاهد اتقالت لها اصلا، ما ظهرتش غير في مشاهد قليله، ودورها بارد بطريقه اوفر. عملت الدور حلو تمام يعني، هتكمل لحد الاخر، لا هي عملت الدور حلو جدا مش وحش، بس في الاول كنت حاسس ان دورها ميت بمعنى الكلمه، بتطلع برياكشن صامت ما بتقولش حاجه. طيب بالنسبه لي عن المسلسل او الفيلم او ايا يكن العمل اللي هشوفه، من اهم النقط فيه ان لم تكن اهمهم هي الريتم. تمام، المسلسل لو الريتم واقع وحاسس ان انا فعلا الموضوع بقى ممل هقفله. هل المسلسل كان نفس الريتم؟ قلنا لا طبعا ما كانش نفس الريتم، ويمكن في حلقات ما تتقارنش، بس الريتم اللي اتقدم حلو. انت فاهم الفكره؟ بالبلدي المسلسل في اول 3 حلقات اداك تقييم اللي هو شفت انت الليفل التوب، ليفل ال9 وال10 من 10. فاللي بعد كده لو كان 8 انا هقول ده ما يتقارنش. فانا قصدي هنا بما يتقارنش ان مش ده وحش، انه اقل بفارق، بس يظل حلو مقارنة بمسلسلات كتير. فاهم انا عايز اقول ايه؟ وبالنسبة للاداء التمثيلي، باسم سمرة من الحلقة الرابعة للحلقة التاسعة تقريبا 5 حلقات ما ظهرش غير في 7 دقايق، بس يا راجل ايه ده؟ ايه الكاريزما والجمال والعظمة دي؟ محمد فراج عامل الدور عظيم، حلو جدا، من احلى ادواره. اسماء ابو يزيد بعد نص المسلسل الاولاني عامله الدور كويس جدا. عصام عمر عامل دور من احلى ادواره وعامله حلو جدا، فعلا دور حلو، واختياره ليه كان موفق جدا، وانه يعكس بين شخصيه بالطو لدكتور لواحد فاهم في حواري قوي بالشخصيه دي والكاركتر ده، ويتقمصها بالطريقه دي، شابوه فعلا، عامل الدور 10/10. فكأداء تمثيلي اعتقد الكل كان اداء حقيقي، الكل كان اداؤه جميل. عبد العزيز مخيون عامل دور فعلا عظيم جدا، وكان دوره مؤثر، وكنت بستمتع بالمشاهد لما كان بيطلع فيها. بس باسم سمره في حته ثانيه يعني، فعلا باسم سمره في حته ثانيه يا راجل. كان في حلقه اتفرج على ادائهم كلهم، انا معجب فعلا بادائهم كلهم، جميل جدا، مستمتع بيهم. يظهر باسم سمره في مشهد واحد، عظمه فعلا، واكل الكاميرا بمعنى كلمه واكل الكاميرا. فعلى مستوى الاداء المسلسل كان حلو جدا صراحه، يمكن من احلى المسلسلات اللي كان فيها اداء من كذا حد، سواء بس بقيه الكام حلقات اللي في الاخر مش كاداء، ككتابه. هي غالبا الكتابه مش عارف يعني،
انت بتحاول انت عايز تطلع ان في مشكله، انت فاهم؟ انا عايز اوصل حاجه بس انا مش عارف هي ايه بالظبط، انت فاهم الفكره؟ اللي هو من الحلقه السادسه الحلقه 15 في حاجه غلط، تحس حاجه غلط في السيناريو، حاجه غلط في الكتابه. بس المسلسل اول 5 6 حلقات حاجه تانية، واللي بعديهم حاجه تانية، والحاجه التانية مش وحشه يعني، مش عار، مش هتطلع طول متضايق منهم، لا كويس جدا، فاهم؟ مش هيطلع متضايق بقى، هتستمتع، فاهم؟ مسلسل حلو جدا، بس ما يتقارنش في حاجه. تلاقي الريتم بيقع، تلاقي في مشاهد بارده، في مشاهد اوفر بزياده. يعني من ضمن المشاهد اللي حسيتها مش بارده بس ما فيهاش كتابه، مشهد النهايه بين باسم سمره ومحمد فراج. عندهم قالوا جملتين او 3 جمل وخلص الموضوع، وحاجات كتير في الحلقه ال 15 حاجات غريبه. يعني اعتقد كده احنا بنتكلم في السلبيات فعلا. الكتابه في اخر كام حلقه كانت سيئه، الريتم من بعد الحلقه ال7 كان سيء، الحلقه الاخيره كان فيها نقط كتير جدا غريبه، يعني فاهم؟ انا كنت منتظر بعد محمد فراج ودى مراته، فاهم؟ ودى مراته وهو بيمشيها، كان في كذا حد تبع باسم سمره بيراقبه. طب يسا انت ما خطفتوش دلوقتي ليه؟ ده انت بالعكس، انت ممكن تخطفه هو ومراته وهتبقى عملت مصلحه مع باسم سمره، ينتقم منهم هما الاثنين. لا مش هنخطفه دلوقتي. مش فاهم. طب ليه؟ ما تعرفش، فاهم؟ وبيودي يعني كان المشهد هو بيوديها كان بالليل، تمام؟ وداها ورجع، مش عارف ليه صراحه. رجع محمد فراج ومشاها عن قصد، تمام؟ وقلت بس هنرجع بقى هنشوف بقية حلقة دمار، مفيش. هو رجع لقى نفسه اتخطف. طب يسا ما انت اكيد عارف، ولو عندك احتمال 1% هتتخطف، اكيد مرتب لاي حاجة لدول. طب انت راجع عايز تواجه باسم سمرة، اديك واجهته، مش خد تقول له ايه؟ نفس البقين اللي بتقولهم من اول المسلسل، انت وحش انت وانت. طب يا ريته حتى قالهم، ده قال جملة وخلصت. وباسم سمرة تحس فعلا الكلام مش اداؤه عظمه حتى في المشهد ده، بس الكلام مش مترتب. يعني منين يعني انا حسيت في لحظه من الاوقات ان هم هيحتنوا بعض الكلام، فاهم؟ اعتقد انا غالبا قلت السلبيات من غير ما اقصد في اللي فات. الريتم في النص الثاني، الكتابه، الحلقه الاخيره ما كانتش افضل حاجه، رغم ان هي ما كانتش حلقه وحشه بس كان فيها كام نقطه مش مفهومه. بس يظل اللي اتقدم حلو جدا، يظل اللي اتقدم من افضل المسلسلات السنه دي. ونروح للتقييم. تقييم المسلسل، يعني انا فعلا اتعشمت في الاول. يعني في الاول كنت منتظر ناجي في الاخر، كنت متوقع كده، مش منتظر، كنت متوقعها وش اللي هو انا هاجي في الاخر المسلسل ده 9/10. فاعتقد ان تقييم 7.5/10 ده افضل تقييم ممكن اديهوله، لان اعلى من كده لا، فعلا في سلبيات كذا حاجه، كان في كذا سلبيه في المسلسل، ما اعتقدش انه ياخد 8 او 8.5 خالص الصراحه. في نفس الوقت بتقول 6.5، لا حرام فعلا، المسلسل انا استمتعت فيه على الاقل في النص الاولاني، ف7.5 نوعا ما انا شبه مرجع للتقييم ده. ونروح لفقره الحرق. مشهد الاخير، مشهد باسم سمره وهو بيحدف اخوه في التربه، انت منين عمال تشكر فيه وبتاع مش عارف ايه يا اخويا وكذا، انت هيحضنه لقيته قام حادفه برود، ده راجل مش فارق له، جاي لك مخطوف ورايح عشان تموته، واخد معاك نفر ليه؟ يعني انت في الحلقه اللي قبليها واللي قبليها انت معاك كتيبه، تمام، بتاع 30 40 نفر، واخد معاك نفر واحد ليه؟ هو واخد معاه نفر واحد، تمام، وراح يا باشا للتربه، كلمه واحده اللي قالها ولا كلمتين والتالتة قام حادف، تمام، لقيت لك الباشا داخل، خلاص كده انت وقعت في الفخ، والمعلم اللي معاك ده طلع خاينك، مفيش غير واحد معاه. طيب خانه، مفيش ب2 جنيه كلام دي يا باشا، هم جملتين، يلا ارمي التاني. اترميت في التربه، بتكتب محمد فراج على ايه؟ يا عم انت اللي حادفه وعامل له كده هو بتاع، لا وانا بص كده الله شوف الاخوات، يا عم انت لسه من 10 ثواني كنت راميه. فما كانتش مفهومه الصراحه. محمد فراج حسيته ضعف مره واحده، شخصيه عبد العزيز مخيون نفس الموضوع، بقت شخصيه ضعيفه مره واحده كده، يعني من غير اي مقدمات. الناس اللي ماتت في اول الحلقه هي اتعملت بمشهد حلو اللي هو جاب فاهم، والموسيقى وبتاع كانت عجباني، بس انت برضو حرقت نقط كتير كان ممكن تستخدمها بشكل افضل، فاهم؟ يعني كان لو جابهم بشكل مفاجئ في نص الحلقه في اخر الحلقه والناس دي بتموت بطريقه انت ما كنتش متوقعها، اعتقد كان هيبقى افضل. تحس المسلسل، شفت انت مسلسلات رمضان قرب بيخلص ومحتاجين نكروت في الكتابه، ده اللي حصل، اللي هو موت الشخصيه، موت باي سيناريو، طب مين اللي موته؟ طب ايه اللي حصل؟ مفيش، هو انت جايب شيء، هات شوت هو بيموت، خلص الموضوع.
اتحطت حلو بس من غير سبب، من غير مبررات، من غير مقدمات، من غير اي شيء. فاهم الفكره؟ وكليف هانجر الحلقه الثالثه اخرها كليف هانجر حلو جدا، بل اول 3 حلقات تمام، بس بحسه بيعملها عشان خاطر يخليك تستنى للاسبوع اللي جاي وبس. فاهم الفكره؟ يعني اللي بعديهم الحلقه الرابعه والخامسه، الرابعه مفيش كليف هانجر في الاخر، فاهم، عادي خالص. الخامسه كليف هانجر حلو عشان يستناك اسبوع. هي طريقه تجاريه بحته تمام. انا عايز فاهم اجرك مش اكتر. المسلسل مش كل حلقه هيديك كليف هانجر بغرض ان هو فاهم انت هتستمتع، لا، هو انا هاجي عند الحلقه بتاعتنا اللي هي خلاص مفيش حلقه بعديها، بحيث ان انا اخليك تنتظر اسبوع. طب ما تعمل الرابعه والخامسه نفس الكلام في 6 و7. طب ما تعمل السبت، لا يا باشا هي ال7 عشان تنتظر اسبوع. طيب هل كليف هانجر من اكتر الحاجات اللي تحرق دم في اي عمل؟ انه يدي كليف هانجر وبالبلدي بيكون بيضحك عليك، مش بيضحك عليك بالشياكه حتى، بيضحك عليك بطريقه بارده يعني، فاهم؟ يجيب لك مشهد هوب ده خلاص مش عارف ايه هيموت، في الاخر يا بهزر، مش مثلا اتلحق بتاع، لا يعني فاهم. هو لو ضحك عليك وخلاص بيموت وفي الاخر في فخ ماشي، فاهم، بتضحك عليا وكليف هانجر على الفاضي بس بشياكه. لكن انا كليف هانجر ومش عارف ايه ومحمد فراج مات ومش عارف ايه، اصلي بحلم. بس ده اللي فعلا كنت عايز اقوله، وده اللي كان محشور جوايا من بعد خلصت المسلسل. مسلسل حلو استمتعت بيه في حلقات كتير، بس كان فيه سلبيات برضو كتيره، بس يظل المسلسل كويس جدا ويستحق المشاهده ومن افضل مسلسلات السنه. فاللي هو رغم السلبيات دي كلها بس برضو اللي اتقدم كويس، لان بالبلدي المسلسل حط نفسه في سقف توقعات عالي. المسلسل لو ما كانش بدأ بالريتم العالي ده كنت هاجي بالبلدي. المسلسل لو كان بدأ في اول 3 حلقات بتقييم 8 مثلا من 10 وكمل لحد الاخر 7.5، جمدان. فاهم الفكره؟ لكن نفس الحلقات دي اللي هي 7.5 وانت بادئ وانت يعتبر 10 على 10 على 10 ايه ده؟ اول 3 حلقات كانوا تحفه بمعنى الكلمه. فاهم الفكره؟ فانك لما تنزل ل 8 من 10 انا هقول دي حاجه وحشه، هطلع دي سلبيه، رغم ان 8 من 10 ده في حد ذاته رقم حلو جدا، في مسلسلات بتجيبه. فاهم الفكره؟ بس فهو مسلسل حلو يستاهل المشاهده، في اداء تمثيلي جميل جدا وكان في مشاهد دراميه كويسه. وبس كده، لو عجبك الحلقه لايك والاشتراك وسلام.